عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الهلال يرتقي للمركز الثاني في الدوري الرواندي الممتاز، ويقترب من استعادة صدارة المنافسة بعد أن حقق فوز معنوي وفوز جيد جدا على فريق بوكسيرا الرواندي بهدفين دون مقابل نالهما كل من يوسف كابوري وكذلك اللاعب ياسر جوباك. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 48 نقطة في المركز الثاني خلف الجيش المتصدر ب 49 نقطة. مع طبعا الهلال لديه 3 مباريات مؤجلة، إذا الجيش لعب 25 مباراة والهلال 22 مباراة، هناك فارق 3 مباريات، وبالتالي الهلال في حال الفوز في ال3 مباريات القادمة سوف يكون أو سوف ينفرد بصدارة الدوري الرواندي. في المقابل أيضا الهلال يتفوق على المريخ بفارق الأهداف، وأيضا المريخ لعب 24 مباراة والهلال 22 مباراة، بالتالي أيضا الهلال يتفوق على المريخ بأنه لديه مباريات مؤجلة. في حال أنه كسب المباراة القادمة يكون وسع فارق النقاط بينه وبين الجيش والمريخ إلى عدد كبير من النقاط. المباراة التي جرت أمس في مدينة بوكسيرا فريق صاحب الأرض الهلال استطاع أنه يتفوق بهدفين جاء على مدار الشوطين عن طريق ياسر جوباك ويوسف كابوري. المباراة عموما كانت مباراة جيدة. الإدارة الفني للفريق بقيادة الروماني ريجيكام دفع بعدد كبير من العناصر البديلة التي لم تشارك في الآونة الأخيرة، على رأسها محمد المصطفى وكذلك الطيب عبد الرازق واللاعب أيضا المالي أمادو، وكذلك أيضا يوسف كابوري، وعدد كبير من العناصر في الشوط الثاني دفع بها روماني ريجيكام في المباراة، وراح عدد من العناصر التي ظلت تشارك في الآونة الأخيرة. وبالتالي هذه العناصر الجديدة لاحظنا أداء متميز ورغبة في تحقيق الفوز من قبل هذه العناصر الجديدة. بالتالي الهلال لا خوف عليه في يعني رغم غياب عدد كبير من العناصر وغياب عدد من اللاعبين الذين غادروا إلى بلادهم للمشاركة مع منتخبات بلادهم في مباريات ودية. بالتالي الفريق يعني مسح قليل من الأحزان. صحيح الحزن ما زال كبيرا بالخروج الأفريقي أمام نهضة بركان، ولكن الهلال يعني استعاد عافيته قليلا واستطاع أنه يداوي بعض من جراحه بالخروج الأفريقي بالفوز على فريق بوكسيرا الرواندي والوصول إلى المركز الثاني والاقتراب من استعادة الصدارة. الفريق لديه 3 مباريات أمام الجيش وأمام المريخ وأمام فريق آخر، وبالتالي في حال الفوز يكون قد قطع شوط كبير جدا في تحقيق لقب الدوري الرواندي. بالتالي هذا يكون يعني إنجاز كبير للهلال بعد الفوز بالدوري الموريتاني في الموسم الماضي، يأتي ويحقق لقب الدوري الرواندي. طبعا إنجاز فريد، ولكن بكل تأكيد لا يوازي الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا. طبعا هناك حالة استياء وغضب كبير جدا، ويعني كثير من المشجعين زي ما تقول يعني بدأوا يعني ما يتابعوا مباريات الفريق أو يقللوا الاهتمام بالفريق، ولكن هذا شيء طبعا مرفوض. أنت كمشجع يجب أن تكون لديك الثقة في فريقك، وما تلتفت لأي أحاديث أو محاولات يعني يائسة من الطرف الآخر من الند التقليدي أنه يقللوا من حجم ما وصل إليه فريق الهلال. في المقابل فريقهم يعني ضايع، ويعني حتى الآن فاقد هويته الكروية، ظل يخرج من التمهيدي لسنوات طويلة. ما علينا نركز على فريقنا ونهتم بمعالجة السلبيات ومزيد من التجويد في الفترات القادمة، وبإذن الله في يوم من الأيام أو في عام من الأعوام الهلال بإذن الله سوف يحقق لقب دوري الأبطال بعد أن يعني يهتم بكل التفاصيل الصغيرة في إفريقيا. طبعا نعرف أنه القارة الإفريقية يعني ليس دائما الأفضل هو من يحقق اللقب، هناك جوانب خفية، هناك لعب خارج الملعب، هناك كواليس، هناك تحكيم يعني إفريقي مرتشي، عوامل كثيرة جدا. ولكن الهلال بإذن الله قادر على تخطي هذه الحواجز، وبإذن الله بشرف المنافسة يستطيع أنه يحقق اللقب مع معالجة بعض الاختلالات وبعض الأشياء التي ظهرت في هذه النسخة من دوري أبطال إفريقيا. يعني انتصار صحيح معنوي، ويضع يعني الهلال أمامه في الطريق الصحيح للفوز بالدوري الرواندي وتحقيق إنجاز كبير جدا يضاف لإنجازات نادي الهلال. أشكركم على طيب المتابعة، أرجو الاشتراك في القناة وأيضا ترك تعليق جميل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.